السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا بنات، إن شاء الله تكونوا بخير. الأول إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة برضو حاجة من الأكلات الشعبية، مواصلين أكلات الشعبية، وأكلة مفيدة جدا ممكن برضو الناس ما تعرفهاش وموفرة جدا. وهو كان بناء على حد بعتلي على الوصف ان عندي البطاطس الصغننه كتير ومبعرفش استفاد منها، يا ريت تعملي لنا فيديو ازاي نستفاد منها. فهقول لكم اكتر من طريقه النهارده، يعني ازاي ناكلها بطريقه واحده بس. شايفين كل البطاطس عندنا بالحجم ده او اصغر شويه او كده. في برضو حبيتين بطاطس هنا انا سايباهم علشان اوريكم. البطاطس الخضراء اللي زي دي يا بنات يا ريت ما تاكلوهاش، ما بتبقاش حلوه، فهترموها على طول لان الخضار ده بتبقى حاجه مش كويسه. عندنا البطاطس زي ما احنا شايفين غسلينها كويس يعني ومصفيينها. هنبدا بقى نجيب حله كبيره هنسلقها فيها. طبعا احنا هنسلق البطاطس دي، فهنجيب حله كبيره هنسلقها فيها وهقول لكم ازاي هنعملها. خلاص هنضيف بقى في الحله بتاعتنا البطاطس كلها اهي زي ما احنا شايفين، واحنا غسلينها طبعا كويس. هنضيف عليها ميه سخنه وهنحطها على النار. الميه السخنه هتغطيها وهتحطيها على النار. لازم تختاري البطاطس كلها نوعيه واحده، يعني ما يبقاش عندك بطاطس مثلا من السنه اللي فاتت وتحطيها مع بطاطس اللي هي طالعه جديده اليومين دول دي، او احنا في موسم البطاطس يعني، علشان في نوع منهم هتلاقيه استوى والنوع التاني ما استواش. تمام. اغسلي البطاطس كويس بقى بالفرشه بتاعتك وكده، او بليفه نظيفه مخصصاها للخضروات. هنحط على البطاطس بتاعتنا دي ميه سخنه نغطيها. طبعا احنا مسخنين لها ميه في الكتل هنضيفها عليها. انا ضفت لها الميه السخنه بتاعتها اهي يا بنات كده، ما تكونش كتير قوي. هنبدا بقى نغطيها بالغطا بتاعنا وهنحطها على النار تغلي لحد ما نلاقيها استوت معانا كده. نضغط عليها كده نلاقيها استوت، وهنرجع بقى نقشرها بعد ما تستوي واوريكم كذا طريقه هتاكلوها بيها وتعملوها ايه. كده يا بنات البطاطس سلقناها وقشرناها مع بعض. تمام كده. هنبدأ بقى نعملها بكذا طريقة. هي اساس وصفتنا النهاردة ان احنا هنعمل البطاطس المهروسة، بتتاكل بعيش وحلوة جدا. هناخد البطاطس عندنا كده وهنبدأ نهمكها كده بالهراسة في حاجة كده. هتبدأي كده اهو تضغطي عليها، انا بوريكم بس وكلها كده. في بقى طريقة كده هنعملها مع بعض على النار. هنحط توم مهروس كده في معلقتين زيت ونهرس البطاطس كلها كده ونبدأ ننزل عليها، او هنهرس البطاطس زي ما احنا شايفين كده واقول لكم هنعملها ازاي. عندنا الطاسة بتاعتنا بقى يا بنات اهي، دي اول مرحلة. فيها شوية زيت حلوين كده هننزل فيها بالتومة بتاعتنا، وكل ما كانت التومة كتيرة بتبقى حلوة. وهنصفرها كده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. والتومة بدأت تصفر كده يا بنات، هننزل كده بشوية بقدونس عندنا مخرطينهم صغيرين ونقلبها برضو فيها لحد ما يتبالوا مع بعض كده اهو يا بنات. التومه اصفرت عندنا، هنبدا بقى ننزل عليها كده بالبطاطس بتاعتنا اللي احنا هرسينها. اهرسيها في حاجه غويطه كده وهنبدا بقى نحطها على النار تاني ونحط لها ملح وفلفل ونقلبها لحد ما تبقى كويسه معانا وهوريها لكم. دي بقى البطاطس التانية يا بنات، اللي هي ممكن تاكليها كده نيه في نيه. هنحط لها كده مكعب زبده، تمام، وملح وفلفل وملح وبهارات بس كده. هتملحيها يعني تملحها البسيطه كده كده، وبهاراتك اللي انت عايزاها وخلاص. وتقلبيها كده وبتتاكل كده بتبقى حلوه جدا وصحيه، من الحاجات اللي ما هيش فيها دهون كتير. والزبده طبعا صحيه زي ما احنا عارفين. بس كده هنقلبها الزبده عشان هي سخنه طبعا، بتسيح فيها اهي، وبتاكليها كده. دي صحيه جدا. تمام. التانية بقى بنقلبها على النار وبنقدمها وبتبقى حلوة جدا جدا. تالت فكرة ان انت ممكن البطاطس كده بتحمريها، بتقطعيها بقى اتنين كده او بتحمريها كده زي ما تحبي. ممكن تاكلها بعيش وممكن تاكلها برز. يبقى كده الفيديو بتاعنا النهاردة طلعنا من البطاطس الصغيرة اللي الناس بتدوخ فيها 3 وصفات، وممكن تعينيها كده كمان في التلاجة تقعد معاكي اسبوع وهي مسلوقه كده. بس تنشفيها كويس، تحطيها في مصفى كده ما تكونش فيها حاجه مبلوله او كده، تكوني حطاها في مصفى ومتهويه كويس جدا.
وتروحي حطها بقى في التلاجة، بتقعد معاكي ايه، بتقعد معاكي اسبوع، تطلعي تعملي منها كده زي ما انت شايفه كده. تمام. هننضف بس الطبق بتاعنا كده يا بنات. طبق البطاطس بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين قدامنا كده، حلو جدا جدا. بتبقى سخنه وحلوه كده وبتتاكل سخنه، بتفضلي تقلبيها في المقلايه لحد ما بتدوب معاكي وبتبقى سلسه. ودي البطاطس اهي اللي تعتبر بس بمعلقه زبده وبهارات، حلوه جدا جدا. هتعجبكم الطريقه دي وهتستغلوا البطاطس الصغيره. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش بلايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والناس اللي لسه جديده على القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد.